قضية هزات تازة وخلات المغاربة كاملين في صدمة. شابة سميتها إيمان تعرضت لاعتداء خطير من طرف طليقها. المتهم اللي عنده سوابق قضائية كثيرة اختطفها واحتجزها قبل ما يعنفها بطريقة وحشية باستعمال سلاح أبيض، حتى خلاتها تحتاج لأكثر من 130 غرزة طبية. الشرطة الجهوية في مدينة تازة تحركت بسرعة وأحالته على النيابة العامة، ومن بعد الأبحاث والتنسيق مع شرطة صفرو تشد المجرم. النيابة العامة قدمت ملتمس لقاضي التحقيق، والنتيجة إيداع الطليق في السجن على تهم ثقيلة بحال الاغتصاب، الاحتجاز، العنف والضرب والجرح البالغ. القضية دارت ضجة كبيرة في السوشيال ميديا، وفعاليات حقوقية دخلات على الخط باش تساند إيمان اللي مازال كتلقى العلاج والمتابعة الطبية. هاد القصة كترجع تطرح سؤال كبير على العنف ضد النساء وضرورة الحماية القانونية الحقيقية.